سيف كان بيكلم سالم وبيقول له: نعم. امتى ده وحصل امتى وانتوا فين وفي مستشفى ايه؟ والله ما عارف اقول لك ايه يا ابني، بس انا في مستشفى. وقال له على الاسم. هيا يا سيف عارفها؟ اه عارفها. 10 دقايق وابقى عندكم. ماشي يا ابني انا مستنيك اهو. اخد مفاتيح عربيته وفونه ونزل بسرعة رهيبة وركب عربيته وانطلق الى المستشفى. مليكة دي اكتر من اخته الصغيرة، وهي اللي كانت بتخلي بالها من امه في غيابه. وبعد شوية وصل ونزل من عربيته ودخل المستشفى. الموظفة: نعم، اقدر اخدمك في ايه؟ في مريضة جات لكم هنا اسمها مليكة محمود. الموظفة بعملية وهي بتبحث على الاسم يعني. ايوه حضرتك، هي في الطابق التالت على ايدك اليمين. قبل ما تكمل كلامها كان سابها وجري وطلع الدور التالت بيحاول يسأل على اي حد، وبيلف يشوف الحاج سالم ونادية وهي بتبكي. سيف بتوتر: هي حصل لها ايه ومالها؟ سالم بحزن عليها لانه بيعتبرها اكتر من بنته بسبب طيبتها وقلبها الزيادة، ولانه يعلم قسوة ابنه. والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه، بس كل ده بسبب مروان. سيف بعصبية: اقسم بالله يا عمي لو حصل لها حاجة لا يكون ابنك دافع التمن اللي هي فيه بسببه غالي. ايه ده يا ابني، تقوم ونشوف بس ايه اللي حصل لكل ده. سيف بعصبية: ولو يا عمي مش لدرجة يدخلها في غيبوبة، وانا قلت له يخلي باله منها. سكت سالم بحزن، معرفش يرد على كلام سيف. وفي بلد تانية عند مروان ونجوى. نجوى بخبث وحزن في نفس الوقت: علشان تعرف يا حبيبي محدش هيحبك في الدنيا دي كلها غيري انا. مروان بحزن وشرود: كل ده هيطلع منها؟ انا مش مصدق اني اتخدعت قوي فيها كده. نجوى بحزن تمثيلي: انت اللي طيب زيادة عن اللزوم يا حبيبي وصدقت واحدة زي دي. مروان اتضايق من جواه على كلامها، بس هي فعلا كلامها عندها حق. وبعد اسبوع ما حصلش اي جديد غير ان مليكة في غيبوبة، ونادية وسالم بيجي كل يوم ليها يقعدوا معاها شوية ويمشوا. اما عن مروان فهو منهمكا في عمله بيحاول انه ينساها. في الصباح الباكر حاولت مليكة تفتح عيونها ببطء بسبب أشعة الشمس الساقطة عليها. مليكة بنوم ودوخة وهي راسها بتلف حوالينها كده. انا فين؟ شافت الممرضة انها فاقت وطلعت جري لبره وهي طريقها لاخبار الطبيب. قابلت سيف: هو في إيه؟ مالها مليكة؟ الممرضة بفرحة: المريضة فاقت. سيف بفرحة وسعادة: بجد؟ يعني اقدر ادخل لها؟ لا حضرتك، استنى لما الدكتور يقولك. وذهبت مسرعا للدكتور. الممرضة: دكتور، المريضة فاقت. بجد؟ طب يلا نخش نشوفها. دخلوا الغرفة عشان يكشف عليها. مليكة: أنا فين؟ الدكتور بابتسامة: انت في المستشفى ولسه فايقة من الغيبوبة. مليكة وهي بتحاول تفتكر اللي حصل وافتكرت مروان عمل فيها ايه وأهانها بالكلام. فضلت تبكي بحزن. الدكتور للممرضة: نادي للي واقف بره. حاضر يا دكتور. طلعت نادت سيف ودخل معاها. دخل سيف جري وحضن مليكة. سيف: مالك يا حبيبتي، في فيك ايه؟ مليكة بسعادة: سيف انت هنا؟ ايوه انا هنا، والحاج سالم ونادية كمان شوية وهيجوا. مليكة بحزن ودموع: شفت اللي حصل لي؟ سيف بكره: هجيب لك حقك والله. والله يا مليكة هو فاكر انه ملكيش ظهر ولا سند، بس انا وراكي يا مليكة، ابوكي وامك واخوكي وصاحبك وكل حاجة. مليكة بحزن: انا مش مسامحاه يا سيف ابدا. سيف بحزن على حالها ولانه ما يعرفش اي سبب حزنها الشديد وكرهها ليه ده. سيف: ماشي يا حبيبتي، بس انت اهدي بس وهجيب لك حقك. الدكتور: هي دلوقتي فائت، بس خليها كمان لاخر يوم وبعدين نقدر تخرج. اهم حاجة تتغذى شوية لانها ضعيفة، وانا اكتب لها على شوية فيتامينات. الف سلامة على حضرتك. الله يسلمك يا دكتور. الدكتور: عن اذنكم بقى. وهو خارج صادفهم دخول نادية وسالم. نادية بفرحة: حمد لله على سلامتك يا ملكة يا حبيبتي. ملكة بفرحة: الله يسلمك يا ماما. نادية بدموع: وحشتيني قوي يا بنيتي، والله وحشتيني. وانت كمان يا ماما وحشتيني. سالم بفرحة: ايه يا مليكة، انت بتشوفي غلاوتك عندينا ولا ايه؟ ومليكة: وطلعت غالية عندكم انا عارفة. ايه اللي بتقولي ده يا بنتي؟
ده انت غلاوتك عندنا زي غلاوة مروان وممكن اكتر كمان. وعند ذكر اسمها حزنت حزن شديد وافتكرت اللي حصل كله. مليكة بكسرة: هو فينه؟ سالم بحزن وتوتر: هقولك يا بنتي، هو سافر يا بنيتي. مليكة بدموع: ده طبيعي، كسرني وهرب المرة دي، كمان كسرني كسرة أكبر وهرب. سيف هو بيحاول ان هو يفهم كلامها وبيحاول يخفف عنها وجعها وحزنها. مليكة انت هتخرجي معايا، هنقعد عند ماما. سالم بحدة: مليكة مش هتسيب بيتها يا سيف. لا يا عمي، هي هتمشي معايا بعد اذنك. انا همشي معاه، انا ماليش مكان وسطيكم. ويا ريت يا عمي مروان يطلقني، كفايه قوي اللي عمله فيا، انا مش قادره استحمل كل الاهانه والضرب ده. ولما افتكرت ما فعله فضلت تبكي. بكى يمزق القلب حقا انها صغيره على كل هذا عندما باعها ابيها وكسرها مروان ليها اكتر من مره. ناديه وهي بتحضن مليكه: اهدي يا حبيبتي، والله انت عندك حق في كل اللي قلتيه يا بنيتي، بس اهدي ولو في حد مش هيفضل في البيت فهو ابني مش انتي. مليكة بصدمة: لا لا يا ماما، انا مش عاوزة مشاكل، انا همشي مع سيف احسن. نادية بحدة: مفيش مشا، انت هتفضلي معانا يا مليكة. مليكة بحب لانها حبت نادية كمها: حاضر يا ماما اللي انت هتقولي عليه. سيف لتلطيف الجو: بسرعة بسرعة كده بعتيني. مليكة: وانا اقدر؟ ده انت اخويا يا سيف. اوبا، ده انا كده بتدلع. مليكة بابتسامة: ليه اهو شفت علشان تعرف. سيف: ربنا يخليكي لينا يا رب. نادية وسالم: يا رب يا ولادي يخليكم لينا ويهديك يا مروان يا ابني. وبكده تكون انتهت الجزء ده. استنوني في جزء جديد من صغيرة على قسوتي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة واشوفكم في جزء جديد. سلام، باي باي.